هل تظن أنك تعرف الجزائر؟ صدقني، أكثر من 80% مما ستسمعه الآن لن تجده في الكتب ولا في نشرات الأخبار. استعد، لأننا سنكشف اليوم وجها آخر تماما للجزائر، وجه القوة والسيادة والمواقف التي أربكت القوى الكبرى عبر التاريخ. الجزائر، الدولة التي لا تساوم. رفضت الجزائر المشاركة في الحرب ضد اليمن عام 2015. لم تشارك يوما في أي حرب ضد أي دولة عربية. رفضت التطبيع مع إسرائيل رغم الضغوط. منعت الناتو وفرنسا من استخدام أجوائها وموانئها خلال الحروب. رفضت بيع الغاز لإسرائيل رغم الإغراءات والتهديدات. وهي الوحيدة التي أوقفت مشروعا أمريكيا لإقامة منظومة رادارات في الساحل الإفريقي. الجزائر صانعة السلام والداعمة لحركات التحرر العالمية. دافعت عن ليبيا بعد سقوط القذافي. دعمت المصالح اللبنانية خلال الحرب الأهلية. ساندت كوبا في عز الحصار الأمريكي وأرسلت لها سفن وقود. ساهمت في تحرير نيلسون مانديلا شخصيا. Algeria is my country. I do not know whether you are aware that I was the first South African to be given military training in Algeria. دعمت فيتنام في حربها ضد أمريكا. أسست صندوق دعم لفلسطين عام 1964، أي قبل عقود من غيرها. وكانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا، نيجيريا، إريتريا، أنغولا، الموزمبيق وغينيا بيساو. الجزائر، القلعة التي لا تقهر. على مدار التاريخ حاربت الجزائر إسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة في القرنين السادس عشر والتاسع عشر. كانت سيدة البحار وتجبر القوى الأوروبية على دفع إتاوات لحماية سفنها في البحر الأبيض المتوسط. طردت الاستعمار الفرنسي بالقوة المسلحة. في العهد العثماني كانت أقوى من الإمبراطورية الأمريكية الناشئة. الجزائر اليوم، السيادة أولا. لم توقع أي اتفاق عسكري يسمح للأجانب باستخدام أراضيها لإنشاء قواعد أجنبية. تمتلك ثاني أقوى جيش في إفريقيا. قواتها الخاصة من بين الأفضل في القارة. تطور أنظمة دفاع جوي محلية ومراكز بحوث في الذكاء الاصطناعي. فرضت قاعدة 51% في الاستثمارات الأجنبية لحماية السيادة. وتملك أكبر قاعدة أقمار صناعية في إفريقيا. الجزائر، صوت القارة والضمير العربي. من أكثر الدول تمويلا للاتحاد الإفريقي. رفضت إدخال اسم إسرائيل في وثائق الاتحاد المتوسطي. منعت إسرائيل من دخول الاتحاد الإفريقي كعضو مراقب. دافعت عن السودان وطالبت بإصلاح مجلس الأمن، وصوتت دائما ضد الحصار على العراق. دعمت جنوب إفريقيا في انضمامها إلى مجموعة بريكس. الجزائر، هوية وتاريخ عريق. بلد 1.5 مليون شهيد، والعدد الحقيقي أكبر من ذلك. تمتلك ثالث أكبر مسجد في العالم، جامع الجزائر الأعظم. أكبر عدد من المساجد والمدارس القرآنية في المغرب العربي. تمتلك 7 مواقع مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. أنتجت فيلم معركة الجزائر، والذي درسه الجيش الأمريكي كنموذج في الحروب. الجزائر، عملاق الموارد والطبيعة. تعد الجزائر أكبر دولة في إفريقيا والعالم العربي من حيث المساحة. تمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب في إفريقيا. أكبر احتياطي مائي جوفي في الصحراء الكبرى. أكبر واحات نخيل بعد السعودية. ثاني أكبر منتج للفوسفات غير المستغل في إفريقيا. من أكثر الدول تعرضا للزلازل في شمال إفريقيا، وتضم أندر الزواحف مثل أفعى الطاسيلي وبقايا ديناصورات لم تكتشف بعد. الجزائر، عملاق الطاقة والتكنولوجيا. تصدر الجزائر الكهرباء إلى عدة دول، وتخطط لربطها بأوروبا عبر كابل بحري. تمتلك أكبر مصانع تحويل الغاز إلى كهرباء في إفريقيا.
أوقفت خط الغاز نحو أوروبا أكثر من مرة عندما اقتضت المصلحة الوطنية. تستثمر في الطاقة النووية لأغراض سلمية. الجزائر البلد الذي لا ينسى أصدقائه. ساهمت في إعادة إعمار لبنان والكويت. منعت التجارب البيولوجية الأجنبية على أراضيها. قدمت منحا دراسية لآلاف الطلاب العرب والأفارقة. سعت دائما للسلام دون أن تفرط في كرامتها. وفي الختام، الجزائر ليست مجرد بلد، بل صفحة نادرة في كتاب الأمم، صفحة كتبت بالدم والسيادة والمواقف التي لا تشترى بالدولار. وربما الآن فقط تدرك لماذا تبقى الجزائر محورا لا يمكن تجاوزه في معادلة العالم. ما رأيكم في هذا الموضوع؟ هل تريدون أن نكشف في الحلقة القادمة الحقائق التي لم تروى بعد عن الجزائر السرية؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة الأجزاء القادمة إن شاء الله.